السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، والنهاردة مع سبب جديد من أسباب تساقط الشعر بيجهله العديد من الأشخاص، ألا وهو إن في بعض الأدوية بتخلي الشعر بتاعنا يقع كنوع من الآثار الجانبية. ودي معلومة في ناس كتيرة ما بتعرفهاش وغايبة عنها. الحقيقة إن الأدوية زي ما هي مفيدة إن هي تعالج بعض الحاجات، فهي بتضر في حاجات تانية. يعني من اشهر الحاجات ان هي بتسبب تساقط الشعر، فخلي بالك من الموضوع اياك ان انت تفرط في استخدام الادوية بدون داعي، ولازم تستشير الطبيب بتاعك وما تستخدمش الدواء لفترة طويلة، لان ليه اثار جانبية ممكن ان هي تأثر على اجهزة كتيرة في جسمك، وممكن ان هي تسبب لك تساقط الشعر. واحيانا لو انت افرطت في استخدام الدواء لفترة طويلة بيؤدي الى الصلع، وبيؤدي ان انت بتفقد كمية كبيرة من الشعر. فخلي بالكم من الموضوع لو عندك اي استفسار ابعت لنا في التعليقات. ما تنسوش اعملوا مشاركة للفيديوهات الجميلة دي عشان توصل لأكبر عدد من الأشخاص. شكرا جزيلا أصدقائي الأعزاء، وإلى اللقاء.